هل صحيت يوم وعينيك مفتوحة بس جسمك مش قادر يتحرك ولا حتى تصرخ، وحاسس إن في حد جوه الأوضة بيتفرج عليك؟ ما تقلقش، انت مش لوحدك. الجاسوم اللي هو شلل النوم أو السليب باراليسيس تجربة مرعبة بيمر بيها حوالي 8% من الناس حول العالم. تخيل تصحى من النوم ودماغك شغالة لكن جسمك نايم وكأنك محبوس جواك حرفياً. الطب بيقول إن السبب هو خلل بسيط في انتقالك بين مراحل النوم، لكن اللي بيعيش اللحظة بيحس إنه في كابوس مالوش مخرج. ناس حكوا إنهم شافوا خيالات سودة أو حسوا بضغط على صدرهم أو حتى سمعوا أصوات بتهمس في ودنهم، وكل ده وهم مش قادرين يعملوا أي حاجة. في الفيديو ده هنتكلم عن العلم اللي ورا شلل النوم، وهنسمع قصص حقيقية من ناس مروا بالتجربة المرعبة دي، قصص هتخليك تفكر مرتين قبل ما تغمض عينيك. بس السؤال اللي بيخوف بجد، هل شلل النوم مجرد حالة فسيولوجية ولا في حاجة تانية بتحصل وإحنا نايمين، حاجة مش من عالمنا؟ العلم بيقول ده مجرد خلل في المخ أثناء مرحلة الريم. مرحلة الريم وهي اختصار لرابيد آي موفمنت، هي مرحلة من مراحل النوم العميقة واللي بتحصل فيها الأحلام. في المرحلة دي المخ بيكون نشط جداً كأنه صاحي، لكن الجسم بيكون شبه مقفول، يعني مش بيتحرك، وده طبيعي علشان نحمي نفسنا من إننا نتحرك أو نتصرف على حسب الحلم. لكن في حالة شلل النوم بيحصل خلل بسيط في التوقيت. يعني إيه؟ يعني العقل بيفوق قبل الجسم ما يفك التجميد، فتصحى وتبقى واعي ومدرك كل حاجة حواليك، بس جسمك لسه في حالة شلل طبيعي تابع لمرحلة الحلم. لكن المشكلة إن دماغك بتحاول تفسر الموقف ده بطريقتها، وهنا بتحصل التجربة المرعبة. تبقى صاحي شايف وسامع لكن مش قادر تتحرك، وساعات دماغك تحاول تفسر الوضع الغريب ده، فتبدأ تهيألك صور وأصوات مرعبة لدرجة إنك تبقى مش متأكد هو ده وهم ولا في حاجة فعلاً موجودة. بعض الناس بيقولوا إنهم شافوا كائنات قاعدة على صدرهم، أو سمعوا حد بينادي عليهم بأسماء مش بيقولوها غير الناس اللي ماتوا من سنين. وفيه اللي حس إن روحه بتطلع من جسمه وبيتفرج على نفسه وهو نايم. واحد من الناس اللي مروا بالتجربة دي بيحكي وبيقول: صحيت من النوم وأنا مش قادر أتحرك، عيني مفتوحة وكل حاجة واضحة حواليا. فجأة حسيت بحاجة تقيلة قاعدة على صدري وكأنها بتخنقني، حاولت أصرخ بس مفيش صوت، وبعد لحظات شفت ظل أسود طويل عند رجل السرير بيبصلي، وفي اللحظة اللي قدرت أتحرك فيها اختفى، بس الإحساس إنه كان موجود عمره ما اختفى من دماغي. واحدة تانية بتقول: أنا كنت متعودة على شلل النوم، لكن المرة دي كانت مختلفة. صحيت لقيت ست واقفة جنب سريري، ملامحها مش واضحة بس كانت مبتسمة ابتسامة مرعبة، قربت مني وهمست في ودني: إحنا موجودين طول الوقت. أنا كنت بترعش، وبعد ما قدرت أتحرك مفيش أي أثر إنها كانت هنا، بس ريحة عطر غريبة فضلت في الأوضة لحد الصبح. واحد تاني بيقول: صحيت مشلول مش قادر أنطق، لكن في دماغي كان في صوت بيقرأ قرآن، وفي نفس اللحظة حسيت إن في كيان ضخم قاعد على صدري كان بيحاول يخنقني، وبمجرد ما بدأت أقرأ آية الكرسي في سري الكيان اختفى فجأة. ومن يومها أنا مؤمن إن شلل النوم مش دايماً مجرد خلل في المخ، في أوقات بيكون اختبار أو حتى اقتراب من عالم تاني. في النهاية في حاجات في حياتنا بنحاول نلاقي لها تفسير علمي، بس مش دايماً العلم بيكفي، وهنا السؤال يفضل مفتوح: هل شلل النوم مجرد لعبة من دماغنا؟ وهل دي مجرد هلوسة بسبب خلل في المخ؟ ولا في كيان فعلاً بيستغل اللحظة اللي جسمك نايم فيها عشان يقرب منك؟ أو لحظة بين عالمين
عالمنا وعالم تاني مخيف بيتفرج علينا وإحنا نايمين. اللي نعرفه أكيد إن شلل النوم ظاهرة حقيقية، بس تفسيرها إيه؟ لسه محدش قدر يجزم بيه 100%. لو عشت التجربة دي قبل كده وحصل لك شلل النوم وشفت الجاسوم، احكي لنا قصتك في التعليقات وخلي غيرك يعرف إنه مش لوحده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل القصص اللي مش بتتحكى قبل النوم. واستنونا في فيديو جديد من قلب الرعب الواقعي في قناة الحدوتة الملعونة.